انت ممكن تكون عايش حياتك عادي ورايح شغلك بتاكل وتضحك، بس جوه جسمك في حاجه خطيره بتحصل وانت ولا على بالك، اسمها ارتفاع ضغط الدم. 90% من الناس اللي عندهم ضغط ما عندهمش اي اعراض واضحه للمرض ده، يعني ممكن تبقى انت بتضحك والضغط عندك 180 على 110. طب ازاي بقى تعرف انك في خطر؟ خد بالك من دول: صداع مزمن، زغلله في العين، خنقه او وجع في الصدر، احساس بدوخه او فقدان التركيز. بس خلي بالك، ممكن يبقى في ضغط عالي بس مفيش اي عرض من اللي احنا قلناهم دول. عشان كده لازم تقيس ضغطك وتتابع ضغطك كل فتره، خصوصا لو فوق ال 40 سنه، او لو في حد في عيلتك عنده مرض، او لو في وزن زايد. مبدئيا العلاج بيكون تقليل الملح، نمشي كل يوم على الاقل نص ساعه، ولو الدكتور كتب لك دواء لارتفاع ضغط الدم لازم نلتزم عليه. قول لي بقى دلوقتي في الكومنتات اخر مره قست فيها الضغط كانت امتى، ولو عايز تعرف ايه انواع واسعار كل اجهزه الضغط الموجوده في السوق ابعت لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليك.